حابه تقولي اسمك؟ لا، لان احنا هنسمع البرنامج وجوزي بيسمع البرنامج. طب يا فندم المكالمه مذاعه على الهواء، موافقه بالاذاعه؟ ماشي اوكي. اتفضلي ماشي قولي مع لي حضرتك. مشكلتك ايه؟ اولا انا بعزك بالله يا حبيبتي واحبك لله يا رب واتفرج عليكي يخليكي. يعني وحابه كلامك. اهلا وسهلا. المشكله ان انا متجوزه دي رابع مره ليا. اول مره كان لا. بختي اول بختي بنوته ضرب وإهانة وقلة أدب لدرجة إن هو كتب نفسي. رفعت سامي أنطق الشهادة، أنا خلصت منه على خير. وأنا في شغل العدة جه واحد عن طريق زميلة أختي. يعني أنا طلقت يوم الجمعة، أم الله يرحمها ماتت يوم الأربعاء. يعني هو الأولاني رمى عليا اليمين من شهر 1 وعدت لحد شهر 3 مفاوضات وهو بيحاول إن هو يرجعني. واتطلقتي رسمي ولا رمي يمين بس؟ لا اتطلقت رسمي، حتى اتطلقت وانا في الجامع وكان قايم عليا يضربني. يعني بعد ما خلصنا وانا ماشيه طالعه من الجامع كان قايم عليا يتهجم على ظهري، يجيبني من ظهري يضربني، فانا صوتت فالرجاله كلهم دخلوا عليه. تمام. ده الاولاني. الثاني اللي هو انا في الشغل عده طبعا. اللهم صل على كلمه، كان عن طريق قريب زميله اختي، امام خطيب في الجامع. هيراعي فيا ربنا هراعي فيكي ربنا. اتضح ان هو عنده حاله نفسيه، كان متجوز بنت خالته وابنه مات قدام البيت حادثه عربيه. وسابني في الشارع وقال لي روحي بيت اهلك. فكملتش مع يمكن 4 شهور على بعض او 6 شهور على بعض. اتجوزك وبعد 4 شهور سابك قال لك روحي بيت اهلك ومش انا مش هكمل. سابني في الشارع. معايا. المهم قعدت يمكن اسبوعين او 3 واروح شغلي في المنطقه اللي هو فيها واروح واجي واخواتي ما يعرفوش حاجه في ايه، امي مسافره وخلاص على كده. امي رايحه عمره وهو رايح معايا وكده، لحد ما دخل جوز اختي وداني النهارده بالليل. ثاني يوم الصبح برضه سابني في الشارع وقال لي روحي بيت اهلك. حتى جوز اختي رجع من السفر، رجع من بنها وما هو عمل كده. المهم جوز اختي اتدخل وخلص. ماشي. اتطلقتي خلفتي منه؟ لا الاولاني انا كنت بحمل وارمي. اللهم صل على كامل النور. قعدت من 2012 ل 2017 من غير جواز. اللي بيجي لي كان انا كنت رافضه اخد واحد مع مراته وعيالي، انا مش هكدب على حضرتك يعني. يا اما هظلمها او هتظلمني. فالمهم جالي واحد برضه عن طريق نفس البلد ده كويس وابن حلال. طب ماشي، مراته ميته ومعاها 3 عيال. طب 3 بنات ماشي معايا. وانت معكيش غير ندى؟ مع ايه؟ معكيش غير بنت واحده؟ انا مش معايا عيال اصلا، ولا من الاولاني ولا من الثاني؟ لا الاولاني انا كنت بحبل والعيل بينزل. تمام، يعني معكيش عيال. تمام. لا مش معايا عيال. اللهم صل على كامل الثالث ده. اتجوزته قعدنا الشقه بين انا اهلي. اتضح ان هو متجوز بعد مراته الله يرحمها ومخلف ولد. طب هتعمل فيها ايه؟ انا هطلقها يعني. قال فيها عيوب. وفوجئت ان هي رجعت برضه. اتضح ان هو كان محبوس في قضيه رشوه، واتضح ان هو عامل قرض وعايز يبيع الشقه اللي انا فيها. يقول لي روحي اقعدي عند امي في بيت امي. وسابني برضه في الشارع في القاهره الساعه 7 الصبح وراح اغير كالون الشقه. اتصلت بيه قال لي ما تخشيش الشقه، انا غيرت الكالون. وانت ما خلفتيش منه برضه؟ انا ما خلفتش منه. ما كملتش انا سنه معايا استاذه برضه. انا متجوزه 2017 2018 سابني في الشارع وراح غير الكالون. صدف غريبه سبحان الله. اللهم صل على كامل النور. المهم انا اللي خلاني اوافق عليه بعيد عشان اختي مطلعه عيني. انا اختي بتشتغل لي عمولات، انت فاهمه، صعبه جدا فوق ما تتصوري. اختك بتشغلك ايه؟ بتشتغل عمولات. سحر. اختك بتشتغل سحر؟ ايوه سامعه حلقه حضرتك امبارح كانت عن السحر والاعمال. اختي انا بتشتغل لي، اختي بتشتغل لي، كانت مرات اخويا الله يرحمه. يعني واحده بس يا فندم بتشتغل سحر، يعني بتعمل لك سحر ولا دي شغلانتها بتعمل للناس؟ لا بتعمل لي سحر. طب وليه بتعمل كده؟ عايزاني اتطلق وارجع مذلوله وكلامها هيمشي عليا. واتطلقتي يعني في المره الثالثه؟ لا انا المره الثالثه اتطلقت وقعدت وقلت ان هو مات. حتى حصلت مشكله، جوز اختي برضه امام خطيب بيخطب في الجامع، واختي بتعرف الله قال الله وقال الرسول. اختك اللي بتعمل لك السحر دي ولا واحده ثانيه؟ لا واحده ثانيه. واحده ثانيه جوزها بيخطب في الجامع عارف ربنا. قعدوا معايا. انت هتقولي، قلت لها دي حياتي انا الشخصيه، انا هقول هو مات على الثالث ده. قالت لي لا الناس عارفه ان انت بتطلقي. قلت لها اللي يسالك وبقول لهم انا ما اعرفش عنها حاجه يجوا يسالوه. وكنت بعيط كده تعمل ضماني. اختي عشان اختي طفشت مرات اخويا مشيتها من البيت معاها 3 عيال، كانت عايزاني انا اقعد في عيال اخويا وهي تاخد الوصايه تاخد الفلوس. فاهمه حضرتك؟ انا قلت مش هعبي عيال حد.
قومت اخواتي عليا انت قاعده في بيت امك، قلت لها هروح فين؟ انا في بيت امي هروح فين؟ حتى كان عيال اخواتي الكبار مخلصين كليه كانوا بيقرفوني، انا مش هكذب على حضرتك، كانوا بيقرفوني شقه امي. طيب وصلنا للزوج الرابع. الزوج الرابع عنده 67 سنه، متجوزاه من السنه اللي فاتت. عنده 67 مراته سنة. متوفيه. ايوه. اللي جابوا لي ابن عمي وجيران في الشغل، هو وابن عمي. عنده 4 عيال، 2 متجوزين بنت وولد، وبنت وولد لسه مخلصين يعني مخلصين كليات وقاعدين في البيت. مش دي المشكله، المشكله اسلوبه معايا يا دكتوره. اسلوبه محسسني انه مستخسر يعني يصرف، يعني اطلب متطلبات شخصيه مستخسر يديني. بخيل يعني. انا موظفه، حتى قالها لي شيلي نفسك. كنت بقول له يعني قال لي اكلك وشربك ومستلزماتك، قلت له على لقمتي في البيت الكبير بيت العيله، على لقمتي. المهم يوم هو تعبان ظلمني، فقلت له كنت اقول ان انت تعبان انا عايزه اخلف. قبل ما اتجوز قلت له انا عايزه اخلف، قال لي ليه؟ رجعنا من سنه الدكتور، رحت للدكتور وهو راح معايا، قال لي لا انا هشوف دكتور موثوق فيه. قلت له ماشي انا معاك. خد مني فلوس الجمعيه يا استاذه انا من شهر 5 اللي فات ده، ورحت للدكتور معاه هو تبعه، وخد منه فلوس الجمعيه عشان يكمل المبلغ ويدفع الايه للدكتور. عايز يدفع الفلوس من لابنه يساله وديتها فين. يعني اسلوبه معايا بخيل عليا. يعني هو بخيل، ولو عارف ياخد منك هياخد كمان. وبخيل عليا انا متطلبات الشخصيه، لكن اكل وشرب وعيله ما شاء الله. زي ما اكون خايف ان هو يعني عارف عينه. طبعا ولاده بيحاسبوه انت بتديها ايه وبتصرف عليها ايه. هو خايف هو خايف فهماني، خايف من عياله، يعني عيله معاه شركه في الشغل. هو اللي وصلني لكده يا استاذه. حتى انا بصي انا يعني استحملت اعرف مرات ابنه، مرات ابنه حطاني نقر بالنقر في البيت الكبير. انت عندك كام سنه دلوقتي؟ انا عندي 45. حتى ابن عمي كان في مشكله قال لي ايش انت مش وش عيش؟ قلت له ايوه انا اللي مش وش عيش ولا يهمني، انا دوست عليهم بالجزم. انا مشيتي مش هتقعدي في المركز. حتى لو طلعت اسمي اتفضلي. انت مشيتي ولا لسه قاعده؟ انا قاعده اهو. انا دخلت الشقه بعيد عن بيت العيله، انا قاعده فيها من امبارح، فقال لي مش هصرف عليكي، مش هتاخدي جنيه، انا مش هصرف هنا. والشقه دي ايجار؟ الشقه ايجار فانت عايشه فيها ومفروض ان انت بقى هتدفعي ايجارك وتصرفي على نفسك. الله ينور عليكي. انا اسلوبه معايا اساسا هو اللي وصلني لكده يا دكتوره، في جفا بينا. حتى جوز ابن عمي يقول لي لما تطلعي هتروحي اقعدي فين؟ قلت له قاعد في الشقه، مش راجعه على البيت الكبير بيت امي. ارجع لمين يا دكتوره؟ ارجع لاختي؟ ما هي اللي طفشتني وما زال مقومه عليا. طب وانت الوظيفه هتقدر تغطي ايجارك وحياتك؟ الحمد لله. انا مش هكدب عليك، انا عامله قرض ماشي، بس الحمد لله مستوره، الحمد لله عينيا مليانه والحمد لله. وعمري في البيت الكبير ما طلبت اكل غير الاكل اللي يعملوه. انا اللي بطبخ، يقول لي اعملي كذا اعمل واكل واحمد ربنا. ولا قلت له هات لي ولا استوي والله العظيم يا دكتوره. انت مرتاحه كده؟ انا مش عارفه. انا قلت له حتى قال لي انا مش هخلف، انا معايا البنت والولد. قلت له خلاص طلقني. قال لي مش هطلقك. قلت له هخلعك. قال لي هموتك. ولا هيموتك ولا حاجه. روحي اخلعيه وانسي القصه دي من حياتك بقى. يلا بجمله الرابع اللي ملوش اي لازمه ده. انا نفسي في حته عيل. ماشي انا نفسي في حته عيل، يديني حته عيل بس يا دكتوره. مش هيديكي ده. اختي ضربتني يا دكتوره، انا اختي ضربتني قدام عيالها وعيرتني ان انا متطلقه ومش معايا عيال، مع ان انا مربيه عيالهم. خلاص هي اللي بايديها، يعني اللي بتعايرك دي بايديها، هي اللي رزقت نفسها عشان بتعايرك. ولحد سنه 6 كنت بدفع مصاريف دروس عيالها، ربنا يخليك. لحد عيالها لما كانوا سنه 6 كنت انا اللي بدفع مصاريف عيالها. انت 45 سنه. 1000 جنيه. ايوه واكله مني 11000 جنيه. قالت لي انا سديتك. قلت لها بيحمل بيشيل، انت مش سديتيني وانا معايا الدليل يا دكتوره ان هي مش سدتني. قلت لها اللي بيحمل بيشيل. طيب سيبك من 11000 جنيه، خليها تشيل زي ما انت قلت لها. انا عايزاكي تدوري على راحتك فين امشي وراها. الخلفه دي رزق. أيوة. مش هتقعدي تحت رحمه بني ادم بخيل وعنده عيال ممشيينه عشان خاطر انت مستنيه يخلف. هو ممكن ما يخلفش، وممكن هو يكون مش عايز عيال تاني، ما عنده عياله كبار، هيعوز منك عيال. يا دكتور احنا هنعمل حقن مجهري لان هو في عيب، هو تعبان اصلا. وانا عملت انا مش هكذب عليك، انا كان لي عمليه تنظيف. الفلوس انا استلفتها من زميلتي، انا هي فلوسي. طيب انت عايزه تجيبي عيل منه ليه؟ انت مستقره؟ انت مستقره عشان تجيبي عيل؟
بس يديني حته عيل وهو حر بقى. يا ستي هو روحي حر كفولي بقى يسيبني. طفل، روحي كفولي طفل وابعدي عنه. روحي، وما يمكن ربنا شايلك نصيب تاني، ايه المشكله؟ ما اخلعيه وربنا يمكن شايلك نصيب تاني، يكون بقى بني ادم يعوضك عن كل القرف اللي شفتيه. انت مش صغيره، انت 45 سنه، انت مش صغيره، ما حدش يقف، انت مش محتاجه حد، انت كبيره بالغه عاقله راشده، بتشتغلي بتقبضي وبتاكلي وبتشربي، انت ولا محتاجه حاجه من حد. بالعكس، انت اللي حواليكي بيستغلوكي، ولما بيبقى معاكي بياخدوا منك، يعني ما حدش واقف معاكي. طيب انت مش محتاجه حاجه من حد، هتقعدي عايشه في وضع مقرف وتجيبي عيل في الدنيا الاب ملوش لازمه وبخيل وبيعاملك وحش وولاده ماشيينه، هتجيبي العيل تظلميه؟ يعني هتجيبي العيل تظلميه من اب مشوه نفسيا اصلا؟ ما هو لو يعرف ربنا واتجوز واحده بما يرضي الله يتقي فيها الله، لكن ده ما بيتقيش ربنا. حتى قلت له يا دكتوره بيني وبينك كتاب ربنا يحكم بينا، شوف واحد انت تثق فيه ونثق فيه. قال لا اجيب واحد تعيطي له وتصعب عليه وطلعنا ابنك، انا اسفه يعني وانا اللي غلطان. انت بتصلي وتقري في المصحف ايه؟ قلت له والله انا ما ظلماك، انا محافظه عليك ومراعي ربنا في الصغير قبل الكبير، انا اسفه طبعا ومنظفه عليك. يعني هو من يوم ما اتجوزك في السنه دي، انت بقالك قد ايه متجوزاه؟ انا سنه. في السنه دي هو بياكلك وبيشربك مع العيال الاكل اللي يتعمل مع العيال، لكن مالكيش اي حاجه تجيبيها، مالكيش طلب. خد منك كمان عشان تعملي العمليه، خد ال 5000 جنيه بتوعك بتوع الجمعيه، خد 10000 جنيه، خد 10000 جنيه. طب بالنبي ده ليه لازمه؟ ده ليه لازمه يا مؤمنه؟ هتكملي في سراب عايزه تجيبي منه عيل؟ يعني ربنا رحمك من ان ده يكون اب لعيالك، هتروحي انت اللي مصممه؟ روحي اخلعيه وعيشي واتبسطي، وحتى لو هتسيبي الشقه اللي هو عارفها، ما كده كده انت بتدفعي ايجار بايجار، روحي شوفي لك شقه تانية وابعدي عن كل اهلك اللي هم هنا في المركز يا دكتوره. في المركز مش بيقدروا يعبروا الحد يعزب او مطلق، واحد ولد راجل او ست بيخافوا. يعني انت موظفه محترمه، انا معاكي، انت موظفه محترمه، يخافوا من ايه؟ روحوا قولوا لهم بيخاف عشان مشاكل قاعده بقى ورا خلاص، خليكي قاعده وروحي قولي له انا مش هكمل، عايز تطلقني طلقني، مش عايز خلاص وانا هخلعك واشتغلي وسيبك من اي حد. اختك بتضايقك ما ترجع لهاش، اختك بتظلمك ما ترجع لهاش. مش راجعه هرجع منين؟ مش راجعه يا دكتوره، دايما وروني يا دكتوره. ده انا جايبه كاميرا، صارت الكاميرا كاميرا مراقبه وانا في مصر، كنت بلاقي القرف قدام الاوضه بتاعتي انا، هي حطاه عشان تجبرني. خلاص تخليني بره. ابعدي طالما قادره تشيلي نفسك وقادره تعولي نفسك، ربنا مش هينساكي. وانا بقول لك النهارده هتلاقي 100 عريس عايز يتجوزك بعد المكالمه دي. والله اهم حاجه يكون انسان محترم يعوضك بقى. ما المشكله انا ما اعرفش فيه ايه، ما اعرفش انا فيه ايه، انا فيا ايه، ما اعرفش لعبت ايه. علاقتك بربنا عامله ازاي؟ الحمد لله والله يا دكتوره، الحمد لله. صلاتك بتصلي في مواعيدك؟ اذكارك اتحصني، اتحصني بالاذكار وما تخافيش من حد. طالما قادره تشيلي نفسك، انت مش صغيره، انت كبيره وعاقله ومش محتاجه حاجه من حد، وربنا مش هينساكي. اوعي تعيشي مذلوله، ولا ربنا خلقنا يذلنا، والبني ادم اللي انت معاه ده منعت اخواتي كلهم يجوني ولا يتصلوا بيا. جوز اختي خليته يتصل بيا يقول له احنا متنا بالنسبه لها. حسبي الله ونعم الوكيل. ابن اختي ده اختي ليه يا رب يجي سعيد بالكل، يا رب يجي سعيد بالكل. لا حول ولا قوه الا بالله. انا والله العظيم يا دكتور زي ما بقول لك كده، جوز اختي ده بيصلي بالناس. يعني انا جالي الضغط، انا كاشفه ضغط 190، وبقول له انت هتموتني ذنبي في رقبتك ورقبه اختي واخواتي اللي مشوا وراها. خليهم كلهم هيشيلوا الشيله، خلي الظالم هيتحاسب، واللي بيعينه هيتحاسب، واللي بيخطط معاه هيتحاسب. فوضي امرك لله، فوضي امرك لله، ان الله بصيرا بالعباد. لو اللي انت حكيتيه كله هو الحقيقه، فوضي امرك لله وابعدي عن اي شيء يؤذيكي، اعتزل ما يؤذيك، عيشي مع نفسك في هدوء نفسي وسلام نفسي. ولو عايزه طفل، لو ما قدرتيش ربنا ما رزقكيش بيه، كفولي طفل وخليه هو كفولي طفل وربيه وهيبي له عمرك وحياتك، وسيبك من اي حد يضايقك. انت مش صغيره ولا محتاجه حد يبقى واصي عليكي. رزقك في الجواز ما كانش احسن حاجه، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. ولو حد اذيكي فربنا يأذي المؤذي، وربنا مش هينجيكي من اللي انت فيه غير بقربك منه وبالتزامك لفروضه وبذكرك لله على طول.
وان شاء الله كل اللي جاي يبقى حلو. وما تعرفيش الخير فين، ما يمكن اللي جاي يعوضك كل اللي فات. يمكن هو الراجل الكبير ده اللي عنده 67 سنة بدل ما يتخلع ويبقى شكله وحش هو اللي يرمي عليك اليمين ويعوضك ربنا بابن حلال صالح تخلفي منه وتبقي حياتك هادية وجميلة وما فيهاش اي حاجة وحشة. ثقي واحسني الظن بالله، ما تقوليش ايه اللي انا فيه وايه اللي بيجرالي واختي بتعمل لي اسحار. ربنا اقوى من اختك واقوى من كل البشر. يتقلب السحر على الساحر ان شاء الله، وربنا ينجيكي بفضله ويقويكي على اللي انت فيه. خلوني اطلع فاصل وارجع.